أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست Overthink. معاكم مهند. من المواضيع اللي شغلت جزء كبير من تفكيري الفترة اللي فاتت وهي التواصل. إزاي بنتواصل مع بعض، والتواصل ده اللي هو موجود في كل حاجة حرفيا، سواء إحنا بنتكلم عادي أو بنتخانق أو بنتشات. فإحنا ممكن نبدأ بالمشاكل. حاجة لاحظتها في الخناقات وكلنا عارفينها أو واخدين بالنا منها ويمكن نعتبرها بديهيات، وهي إن كل طرف بيبقى عايز يكسب أو ما يحسش بالذنب أو يرمي المسؤولية على اللي قدامه. فالاختلاف هنا بيتحول من حوار أو نقاش لمشكلة، وأظن دي حاجة بتحصل وكلنا بنعملها، بس للأسف مش بناخد بالنا منها غير وإحنا بره الخناقة أو المشكلة دي. فممكن نبقى واقفين قدام ناس إحنا متأكدين إننا بنحبهم، بس لأ، أنا أختار إني عايز أبقى مش غلطان رغم إن ده مش منطقي، وبنبقى غلطانين فعلا. فيعني لو دخلنا حوار زي ده ممكن ناخد بريك دقيقة أو أقل في دماغنا ونإيفاليويت كده اللي إحنا بنعمله، هل هو منطقي ولا لأ؟ ولو لأ، يا ريت ما نتكسفش من نفسنا إننا غلطانين أو بنفكر بشكل مش مظبوط بسبب إن في بايس، سواء ايموشنال أو بسبب تجربة قبل كده. بس الحل ده ممكن ما يكونش سهل عند ناس كتير، إنك تفصل في وسط خناقة أو مشكلة، بس على الأقل خالص خليك عارف إن دي حاجة ممكن توصل لها، إنك بس تإيفاليويت كلامك أنت الأول قبل كلام اللي قدامك لما تهدى. تاني مشكلة بقى وهي الاعتراف بالمشاعر، ودي من أكبر المشاكل اللي بشوفها بتدمر علاقات كتير. جه في بالي جملة وهي: بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع الكثير من المحبة. اتكلموا يا جماعة لو سمحتوا، بجد بيحل مشاكل كتير وبيقرب ناس أكتر. لو مبسوط بين إنك مبسوط، ولو زعلان عرف الناس اللي حواليك إنك زعلان. ده مش لازم تحكي في وقتها، بس على الأقل يبقوا عارفين، أو مش لازم حتى اللي حواليك يبقوا عارفين، على الأقل أنت نفسك تبقى عارف إنك زعلان أو متضايق. وللأسف ناس كتير بيبقوا مش عارفين معلومة زي دي، ويتفاجئ بتصرفاته أو الناس اللي حواليه لاحظوه وهو مش واخد باله. بس خلي بالك إن يبقى عندك حد تقوله إنك متضايق، دي نعمة كبيرة جدا، في ناس فعلا بتتمناها، فما تستخسرهاش في نفسك. في بقى شوية مشاكل راندوم كده، وهي مثلا سوء اختيار الكوميونيكيشن تشانل، زي إننا نتكلم في مشكلة على الشات مثلا. دي كارثة وكلنا عارفين إنها كارثة، بس بنعملها برضه. ولو في كونتكست شغل، فأنت ممكن تبعت لمديرك مشكلة على الإيميل في الوقت اللي أنت كنت مفروض تكلمه فيها فيس تو فيس. تاني حاجة، الناس اللي بتحدف كلام في الخناقة وهم مش واخدين بالهم، وأنا من الناس دي على فكرة، ودي مصيبة كبيرة برضو. يعني أنا بالنسبة لي بدأت أشتغل على نفسي إني أقلل العصبية في العموم، فالتوليرنس عندي زاد شوية، بس مش عارف على اللونج تيرم هيحصل إيه لسه. بس فاللي عايز أقوله إن كل واحد أكيد هيبقى ليه طريقة، المهم إنك تاخد بالك من إيه المشاكل اللي عندك، وبعد كده فكر تاخد خطوة. ففكروا في اللي بيحصل حواليكم، واسمعوا الناس اللي معاكم، وعرفوهم اللي جواكم. عرفوهم إنكم زعلانين، عرفوهم إنكم مبسوطين، وعرفوهم إنكم بتحبوهم. عادي، مش هيحصل حاجة.